لبحث الموقف من المشاركة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري بعد الاعتراضات الواسعة لتأسيسها في ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسي عليها. وانتهت الجبهة بإجماع أعضائها الممثلون لكافة الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات الأدبية والثقافية والفنية إلى القرار التالي: رفض الصيغة والمعايير التي تم بناء عليها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ومقاطعة المشاركة فيها، واعتبارها كيانا غير شرعيا، واللجوء للقضاء لوقف عملها مع الإعداد لفعاليات تصعيدية تجعل كافة وسائل رفضها مفتوحة أمام المبدع المصري في الشارع. ويأتي هذا القرار للأسباب التالية: أولا، لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور في تشكيلها الأول والأخير، فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم، وما حدث من تغيير يصب في خانة الشكل لا المضمون، ويعتبر المشاركين فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته في مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته لا الشعب المصري، وهو ما يعني ليس فقط العودة لاستبداد دستور 71، بل يتجاوز ذلك إلى دسترة الاستبداد باسم الدين، ويفتح باب وصاية الجماعات الدينية على مصر كلها. ثانيا، كما ضمنت جماعات الإسلام السياسي أغلبية في البرلمان بغرفتين، سعت لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ أعمالها، سواء بأعضاء أحزابها أو نقابتها أو المتعاطفين معها، وهو ما يعني سيطرتها المبدئية على نسبة الاعتماد البالغة 57% من إجمالي أعضائها. ومن ثم فإن أي معارضة داخلية للكتلة الباقية بفرض إنها واحدة سيؤدي في النهاية إلى مجرد إطفاء الشرعية على دستور تؤكد الشواهد إنه جاهز وموجود في مكتب المرشد العام للإخوان المسلمين. ثالثا، إذا كان مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته وقد يصدر أي حكم لحله، وحال حدوث ذلك ووفق القانون، فإن ما اتخذوا من قرارات وما شرعوا من قوانين يظل ساريا، فيكون الأولى هو تأسيس الدستور يكون الأولى تأجيله لحين الفصل في شرعية المجلس وانتخاباته، وليس تأزيم الوضع الحالي بصياغة الدستور تحت وصاية المطعون في شرعيته. رابعا، تمثل معايير المشاركة في تأسيسية الدستور جورا حقيقيا على حقوق العمال والفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل الحرية والعدالة. وفي ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها، وفي المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها ب4 أشخاص، وهو ما يعطي دلالة لطبيعة المشاركة التي يسعى الإخوان إليها. خامسا، يبقى اللجوء للقضاء هو الحل المنطقي والطبيعي طالما أن هيمنة تيارات الإسلام السياسي على الواقع المصري تصر على الالتفاف حول أحكامه الرافضة لسعي هذه التيارات لفرض إرادتها على المستقبل، والانفراد بصياغة هذا المستقبل لوطن نحيا فيه، وهو ما يدفع الواقع المصري إلى العودة لبداية الأزمة. وأخيرا، فإن إقصاء مبدعي مصر وأدبائها ومثقفيها وفنانيها يعبر عن إرادة حقيقية من قوى الإسلام السياسي لتهميش دور الوعي المصري وإسكات صوت الأمل فيه ووأد ضميره الحي وصبغة الوطن بلون واحد لا يرى إلا ذاته ولا يسمح إلا صوته، بل ويشرع لقرارات معتبرا انه صوت الحقيقة الوحيد ومالك الحق الالهي المطلق، وهو ما يرفضه المبدع المصري جملة وتفصيلا، بل وايضا سنعمل على مواجهته بكافة الوسائل الممكنة، حتى وان كان الثمن هو اعتصاما مفتوحا على اسوار مجلس الشعب حتى يكتب الله لوطننا الحرية او نموت ونحن ضاقين راية الحرية وما اكرمها من حياة مرفوعة الرأس او شهادة مثلها. عاشت مصر وثورتها مرفوعة الراية واعية الضمير
جبهة الإبداع المصري القاهرة في 9 يونيو 2012.